مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرثية، نستهلها بالعناوين. وزيرة التعليم تؤكد تكثيف الجهود لرفع جودة التعليم. حاكم وإقليم القشبركة يناقش مع سكان الربدة تنفيذ خطط التنمية. سكان بارنتو ينفذون برامج لتشجير وتعزيز القطاع النباتي. برلمان مشترك للكونفدرالية دول الساحل يرى النور في نيامي النيجيرية. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو لعقد اجتماعات. الصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية بشأن الحدود. أهلا بكم. أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات التعليمية وضمان عدالة انتشارها ستتواصل بوتيرة أكبر، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها. جاء ذلك خلال تقييم تنفيذ خطط فرع الوزارة في الأقاليم خلال العام الدراسي 2025-2026 الذي عقد يومي 24 و26 من أغسطس بحضور وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى وعدد من المسؤولين في قاعة المكتب المركزي لوزارة التعليم. وأوضحت الدكتورة حليمة أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم معمق للأنشطة التي نفذت في الأقاليم الستة ومدرسة ورسي كالو بهدف الحفاظ على نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور وتعزيز جودة الخدمات التعليمية. وأشارت إلى أن تطوير التعليم يعتمد على دور وإسهام مختلف الشركاء، ولا سيما وزارة الحكومات المحلية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات التعليمية كما ونوعا، بدءا من مرحلة التمهيد وحتى المرحلة الثانوية، داعية المشاركين إلى تقديم آراء ومقترحات بناءة تسهم في تحسين العملية التعليمية. من جانبهم قدم مسؤولو فروع الوزارة في الأقاليم تقارير مدعومة بالأرقام حول البرامج المنفذة لتحسين جودة التعليم وضمان عدم وجود طلاب يتجاوزون مرحلة التعليم الأساسي دون إتمامها، إلى جانب برامج تدريب المعلمين الجدد وذوي الخبرة والأنشطة الإشرافية التي نفذت خلال العام الدراسي. وعقب النقاش شدد المشاركون على أهمية تعزيز خدمات التعليم التمهيدي والتعليم باللغة الأم ومواصلة الجهود الرامية إلى تطويرهما، إلى جانب تعزيز برامج تدريب المعلمين بمختلف المستويات واستكمال تجهيزات مرافق الاختبارات. وفي كلمته دعا وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى المعلمين إلى الاطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في تطوير التعليم النوعي، كما حث الآباء على المشاركة الفاعلة في دعم وتعزيز عملية التعليم والتعلم. بحث حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي مع سكان منطقة ربدة سبل تنفيذ خطط التنمية وتعزيز دور المجتمع، وذلك خلال زيارة أجراها يومي 23 و24 من أغسطس إلى مديرية فورتساوا. وخلال الزيارة اطلع السفير محمود علي على سير الزراعة المطرية وأوضع البنية التحتية في مدرسة فورتو الداخلية، إلى جانب الأنشطة التي نفذها الطلاب في مجال الحفاظ على التربة والمياه. كما ناقش مع المسؤولين وممثلي السكان الخطط والبرامج التنموية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وتناول اللقاء والاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية والتحديات القائمة وسبل معالجتها وأسباب انخفاض المشاركة في التعليم، إلى جانب المبادرات والجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للسكان. من جانبهم طالب سكان الربدة لتنفيذ خطة تجميع السكان في مكان مركزي وإصلاح مصدر مياه الشرب وإنشاء مرفق صحي وتوفير معلمين للتعليم قبل المدرسي وتهيئة الظروف اللازمة للحصول على خدمات التطعيم بصورة منتظمة، فضلا عن معالجة تحديات النقل وخدمات الاتصالات الهاتفية المتنقلة. بدوره أوضح القائم بأعمال مدير مديرية فورتساوا السيد أرجاي مبرهتو أن العمل جار لسد أوجه النقص في المنطقة، داعيا السكان إلى الاستفادة بصورة فعالة من فرص التعليم المتاحة إلى حين معالجة النواقص بشكل كامل. كما حثهم على المساهمة في بناء غرفة انتظار للنساء الحوامل في مركز مولوبر الصحي
والاستفادة منها بالشكل المناسب. ينفذ سكان مدينة بارنتو برامج للتشجير بهدف تعزيز القطاع النباتي وحماية الموارد الطبيعية في المدينة ومحيطها، وذلك من خلال تنظيم أنفسهم في مجموعات والمشاركة في أنشطة زراعية للأشجار. وأوضح مسؤول هيئة الغابات والحياة البرية في مدينة بارنتو السيد محاري يوهنس أن حملة الطلاب التنموية أسهمت في تنفيذ أعمال واسعة في جبل الشي ومحيطه، شملت إنشاء نحو 49 ألف متر مكعب من الحواجز الترابية، إلى جانب إنشاء 2641 مترا مكعبا من الخدمات وحفر أكثر من 98 ألف حفرة. وأشار إلى أنه كان من المقرر خلال موسم الأمطار الحالي زراعة 108 آلاف شتلة في المديرية، وذلك بمشاركة السكان والموظفين الحكوميين وقوات الدفاع وشركاء آخرين، إلا أن تأخر هطول الأمطار أدى حتى الآن إلى زراعة نحو 32 ألف شتلة فقط. ودعا إلى تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في برامج التشجير وحماية الأشجار ومتابعتها بما يسهم في مواجهة آثار التغير المناخي والمحافظة على الموارد الطبيعية والقطاع النباتي. من جانبهم أكد المواطنون إدراكهم لأهمية الأشجار في الحد من آثار التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، مشددين على ضرورة تعزيز التنظيم والتعاون المجتمعي والعمل بصورة مشتركة من أجل استعادة الموارد الطبيعية في المنطقة والمحافظة عليها. نظمت وزارة الزراعة في 25 من أغسطس بمدينة دكامحالة تدريبا بهدف تعزيز معرفة المزارعين بالزراعة بدون التربة والتعريف بمزاياها وتطبيقها في المجال الزراعي. وأوضح خبير تنمية العلاف السيد يوسيف هيلي خلال المحاضرة التي قدمها أن الزراعة بدون تربة التي بدأت إدخالها في إريتريا منذ عام 2022 أسهمت بصورة ملحوظة في دعم إنتاج الحليب والبيض، كما يمكن أن توفر مصدرا بديلا للعلاف للماشية خلال فترات شح المرعي. وأشار إلى أن هذه الطريقة تتميز بإمكانية تطبيقها في مساحات محدودة وباستخدام كميات قليلة من المياه والطاقة، فضلا عن إمكانية الإنتاج على مدار العام، داعيا المزارعين إلى الاستفادة منها وتطبيقها بصورة سليمة. من جانبه أوضح مسؤول الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي الدكتور أوبازغي كفلي أن إنتاج الحليب لدى الأبقار يعتمد على سلالة الأبقار ونوعية التغذية، مشيرا إلى أن التغذية المتوازنة تؤثر بصورة كبيرة في جودة ومكونات الحليب، حاثا المزارعين على تحقيق التوازن في تغذية ماشيتهم. بدوره دعا مسؤول مكتب الزراعة في مديرية دكامحالة السيد ألم مبرهة المزارعين إلى الاستفادة عمليا من التدريب الذي يقدمه المختصون والعمل على تطبيق ما تلقوه من معارف وتقنيات في مزارعهم. تسهم برامج تطعيم الأطفال التي تنفذ في مركز شامبيق الصحي بصورة كبيرة في حماية صحة الأطفال وتعزيز سلامتهم. وأوضح المستفيدون من خدمات المركز أن التطعيمات المنتظمة أسهمت في حماية أطفالهم من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن عدم استكمال التطعيمات، الأمر الذي مكنهم من المشاركة بصورة فاعلة في دراستهم وحياتهم الاجتماعية. من جانبه أفاد مسؤول مركز شامبيق الصحي الممارس ألم إياسو بأن الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم يشهد تحسنا مستمرا، مشيرا إلى أن نسبة تغطية التطعيمات بلغت 98%. بدورها أوضحت الممرضة المساعدة لملم منقس أن التطعيم يعد وسيلة فعالة للوقاية من الأمراض وضمان النمو الجسدي والعقلي السليم للأطفال، مشيرة إلى أن تزايد الوعي بأهميته أسهم في ارتفاع عدد الأمهات اللاتي يتابعن برامج تطعيم أطفالهن بصورة منتظمة. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. افتتح برلمان كونفدرالية دول الساحل رسميا في نيامي النيجر من 45 نائبا بواقع 15 ممثلا عن كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد ترأس مراسم افتتاح رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين ممثلا للرئيس الجنرال عبد الرحمن تشياني، فيما أدار الجلسة الافتتاحية رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو الدكتور عثمان بوغومان.
ويمثل إنشاء البرلمان خطوة مهمة في استكمال البناء المؤسسي لكونفدرالية دول الساحل التي أعلن تأسيسها في يوليو 2024 بعد إنشاء مجلس رؤساء الدول ومجلس الوزراء لتضاف إليهما مؤسسة مشتركة مهمتها حمل تطلعات شعوب الدول الثلاث والمساهمة في تعزيز التكامل بينها. كما تراهن الدول الثلاث على المؤسسة الجديدة لتطوير ما وصف بالدبلوماسية البرلمانية الكونفدرالية وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث في المحاور الرئيسية للمشروع الكونفدرالي: الدفاع والأمن والدبلوماسية والتنمية. أكد الكرملين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن راتكليف جاء إلى موسكو لإجراء اتصالات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وأضاف لوسائل الإعلام الروسية أن راتكليف لم يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولم يكشف عن أي تفاصيل بشأن المحادثات. ومن المرجح أن تكون هذه أول زيارة لراتكليف إلى موسكو منذ توليه منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن الغرض من زيارة راتكليف الأخيرة. اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار والسعي إلى تسوية عادلة ومعقولة ومقبولة للطرفين لقضية الحدود بينهما، وذلك عقب محادثات جرت في بكين بين كبار دبلوماسيي البلدين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيانه إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجريا مناقشات شاملة ومتعمقة وودية وصريحة عن الشؤون الحدودية والعلاقات الثنائية. وقال وانغ إن العلاقات بين الصين والهند لم تعد ذات أهمية ثنائية فحسب، بل أصبحت ذات أهمية عالمية واستراتيجية، مضيفا أن الجارتين يجب أن تعززا التواصل وتحدا من خلافاتهما. وأكدت السفارة الهندية في الصين في أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية وبحثا سبل توسيع نطاق التعاون والحفاظ على الاستقرار والسلام في المناطق الحدودية. وأضاف البيان الصيني أن البلدين اتفقا على عقد الجولة التالية من المحادثات بشأن الحدود في الهند عام 2027. تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض إجراءات تجارية إضافية على كندا ردا على إعلان أوتارا رسوما مضادة على منتجات أمريكية في خطوة تهدد بتوسيع المواجهة التجارية بين البلدين. ونقلت وكالة بلومبرج عن مسؤول في البيت الأبيض أن الخيارات التي تناقشها الإدارة تشمل رفع الرسوم الجمركية واتخاذ تدابير تجارية أخرى. وقال المسؤول إن ردا أمريكيا على الإجراءات الكندية كان متوقعا من دون تحديد طبيعة القرارات المحتملة أو موعد إعلانها. وجاء التحرك الأمريكي بعد ما أعلنت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم مضادة تتراوح بين 15 و 50% على مجموعة من المنتجات الأمريكية، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، دولارا مقابل دولار ومعدلا مقابل معدل. وتشمل الإجراءات الكندية وإيرادات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي، أي نحو 20 مليار دولار أمريكي، وتهدف قطاعات من بينها الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات. نختم هذه النشرة بأهم ما جاء فيها. وزارة التعليم تؤكد تكثيف الجهود لرفع جودة التعليم. حاكم إقليم الكاشبركة يناقش مع السكان ربد تنفيذ خطط التنمية. سكان بارونتو ينفذون برامج للتشجير وتعزيز القطاع النباتي. برلمان مشترك لكونفدرالية دول الساحل يرى النور في نيام النيجيرية. مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو لعقد اجتماعات. الصين والهند تتفقان على مواصلة السعي لتسوية بشأن الحدود. هكذا انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.